صباح الخير، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده هنعمل فيديو مختلف شويه. في حد من صحابي قال لي على مكان عنده كيتو برودكتس، فانا تحمست جدا ولان المكان ده قريب جدا مني، هو في داندي مول واسمه نيوتري مارت. فرحت تاني يوم على طول نيوتري مارت وبصيت على البرودكتس اللي عندهم، وقلت ان انا في الاول هختار 2 برودكتس عشان اجربهم. باي ذا واي الفيديو ده مش سبونسرد خالص، انا رحت زي اي حد واشتريت الحاجات دي وبجربها ببساطه وبقول لكم ايه رايي فيها. اول حاجه انا جبتها هي دي، هي عباره عن ميني الموند كيكس، وهي لذيذه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا اتبسطت بيها قوي. فيها في كل 3 ميني كيكس 1 جرام كربوهيدرات، والمكونات بتاعتها الموند فلاور، اجز، فانيلا اكستراكت، كوكونات اويل، كوكونات كريم اند ستيفيا. فهي المكونات اللي فيها كلها كيتو فريندلي، ما فيهاش اي مكونات غريبه، وطعمها انا مش قادره اوصف لكم قد ايه لذيذه وقد ايه اتبسطت، لانه حسيتها مش غاليه قوي. هي سعرها 100 جنيه. انا عارفه ان الكيتو برودكتس كلها غاليه، بس دي مقارنه بالبرودكتس اللي بشوفها في السوق او البرودكتس اللي على الفيسبوك بيجز، فهي ما تعتبرش غاليه قوي. الكارب كاونت بتاعها بيرفكت للكيتو. مستحيل تقفوا بعد 3 كيكس، هي ميني كيكس صغيره قوي، فانا اكيد اكلت اكتر من 3. مش عارفه اكلت كام بالظبط، بس انتوا مستحيل توقفوا بعد 3 بس. يمكن لما اشتريها المره الجايه هعرف اعمل كنترول واوقف عند 3 بس، اللي هي البورشن بتاعتها بس. هي لذيذه جدا، ويعني اشجعكم لو نفسكم في حاجه حلوه من حين لاخر ممكن تجيبوها، لان طبعا الكيتو برودكت سعرها غالي، ما ينفعش نعتمد عليها او نجيبها كتير، وبالذات لو عايزين نخس فهي بتقلل لنا الخسسان شويه، ما يستحسنش ان احنا ناكلها كل يوم. تاني حاجة جبتها ومتحمسة لها جدا جدا هي التورتياز. التورتياز دي المكونات اللي فيها برضو بسيطة قوي. دقيق جوز هند، دقيق اللوز، قشور السيليوم، زيت سمسم، وخل التفاح. كلها برودكتس طبيعية وعادية جدا ان احنا نستخدمها في الكيتو. سعرها 85 جنيه وفيها 6 تورتياز. طبعا في وصفات كتير جدا ازاي نقدر نعمل التورتياز دي في البيت. ممكن في فيديو تاني ابقى اعمل لكم ريسيبي دي ازاي نعمل اللو كارب او الكيتو تورتياز في البيت. بس انا كنت عايزه اوبشن سهل وسريع، وكنت حابه اجرب حاجه جديده من عند نيوتري مارت، فقلت هشتري التورتياز دي. وعندي فكرتين بساط وسرعة جدا جدا عايزة اوريهم لكم ازاي ممكن نستخدم التورتية دي ونطلع منها حاجة لذيذة. طبعا هي تنفع في كل انواع الساندوتشز، من ابسطها لاكثرها تعقيدا، زي ان احنا نعمل ساندوتش جبنة، نعمل شاورما، نعمل سجق، نعمل كبدة اسكندراني. كل الحاجات دي تنفع ان احنا نستخدم فيها التورتية دي. والفكرتين اللي هوريهم لكم النهارده ان احنا نعمل بيها بيتزا، او ان احنا نعمل اومليت ساندويتش.
يا رب الفكرتين البساط دول يكونوا عجبوكم. الحقيقة ان هما الفكرتين دول بجد بياخدوا اقل من 10 دقايق علشان نعملهم، مش محتاجين مجهود خالص. لو العيش اوريدي جاهز عندنا والمكونات موجودة بيجهزوا في اقل من 10 دقايق، وهم كمان بيرفكت لو عايزين نجهزهم يوم من قبلها، او لو عايزين ناخد اكل معانا الشغل، او اكل وانتوا خارجين مش عايزين تبوظوا الدايت وخارجين في حتة مش هتلاقوا فيها اكل كيتو. حلو ان يبقى معاكم وجبة بسيطة او سناك او فطار تقدروا تعتمدوا عليه وتستخدموه بدل ما نبوظ الدايت او ناكل حاجة احنا مش واثقين من المكونات بتاعتها. في مرة بقى على الانستجرام بيج عملت ستوري سألت فيها الناس ايه الاسئلة اللي انتوا عايزين تعرفوها عن الكيتو، وانا هجاوب عنها في فيديو جاي. الصراحة كان في شوية أسئلة، في حاجات متكررة جاوبت عنها اوريدي في فيديوهات قبل كده. لو انتوا لسه ما اتفرجتوش على الفيديو بتاع شرح الكيتو روحوا اتفرجوا عليه، في معلومات مفيدة قوي. اي حد بيبتدي او عايز يعمل كيتو دايت لازم يتفرج على الفيديو ده. الفيديو التاني اللي مهم قوي هو ازاي نبتدي كيتو. الاتنين دول فيهم معلومات كتير واجابة لاسئلة كتير من الاسئلة اللي اتسألتها، بس في سؤالين انا كنت حابة اجاوب عنهم. اول واحد كان ازاي نتغلب على احتياجنا للسكريات بعد 3 أو 4 شهور من الكيتو. اولا احنا استغنينا عن السكر، بس احنا ممكن نستخدم بدايل السكر. يعني احنا عادي ممكن ندور على برودكت حلو زي اللي انا جبته ده وناكله من حين لاخر. ما ينفعش نعتمد عليه بصورة يومية لان احنا كده هنبقى لسه ما تغلبناش على الادمان بتاع السكريات، ولكن من حين لاخر لما نحتاج حاجة مسكرة او بنحتاج حاجة حلوة، او لو عندنا مناسبة ومحتاجين نجيب حاجة تبقى بتفرحنا في المناسبة دي زي عيد ميلاد او اي مناسبة تانية او عزومة، ممكن وعادي جدا ان احنا نروح نشتري منتج من منتجات الكيتو اللي مالية الدنيا. خلاص دلوقتي في كمية بيجز كتيرة جدا موجودة بتبيع منتجات كيتو من اول العيش لحد التورت. يعني في تورت كاملة لاعياد الميلاد كيتو انا بشوفها اونلاين. الاوبشن التاني ان احنا نعمل حلويات كيتو في البيت ببدايل السكر. احنا بنحتاج حاجة حلوة من حين لاخر، ما ينفعش نحرم نفسنا خالص من الحلويات. احنا لازم نمنع السكر اللي هو السكر المعروف بصورته اللي احنا عارفينها طول حياتنا، بس ممكن نستخدم البدائل بتاعته علشان من حين لاخر ناكل حاجه مسكره وبرده نبقى قادرين نكمل في الدايت بتاعنا وما نوصلش للبريكنج بوينت او نوصل للنقطه ان احنا هنلخبط خلاص. لا، عادي جدا ان احنا ناكل حلويات كيتو، وعادي جدا ان احنا بنحتاج حلويات من حين لاخر. السؤال التاني اللي انا حابه اجاوب عنه النهارده، احنا ازاي بنلاقي الانسبيريشن او الباور ان احنا نكمل بعد مده طويله في الدايت. انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه. الحاجات اللي بتحفزني جدا جدا اولها انا اشوف انا كنت فين وبقيت فين دلوقتي، واشوف حجم البروجرس او الانجاز او اللي انا بسميه انجاز اللي انا عملته. ممكن ما يبقاش انجاز بالنسبه لحد تاني، بس هو بالنسبه لي انا ده حاجه كبيره جدا. انا طول حياتي بحاول اخسر الوزن اللي عندي الزياده، واخيرا لقيت طريقه اعمل بيه ده وطريقه انا مرتاحه ليها وبتحسن صحتي وبتحسن لياقتي وقادره العب معاها رياضه وقادره ابني عضلات. فده بالنسبه لي انجاز كبير. احنا لما بنبص على الانجاز بتاعنا بنقدر ان احنا نلاقي الوحي الكافي ان احنا نكمل، بنقدر نلاقي انسبيريشن كافيه والقوه الكافيه ان احنا نستمر. الانجاز بتاعنا ده بنقيسه ازاي؟ في طرق كتير قوي. اولها الميزان، تشوفوا الوزن اللي خسيته قد ايه. تاني حاجه الصور قد ايه اداه قويه جدا. الصور بالنسبه لي طول باورفul قوي. لما ببص على صوري القديمه وببص على صوري الجديده قد ايه بحس بالفرق وقد ايه بيبان انا تعبت قد ايه، ومش ببقى عايزه ابوظ التعب ده او اضيعه باي صوره من الصور، فبلاقي البوش الكافيه ان انا اكمل. الحاجه التانيه اللي بتحفزنا جدا جدا ان احنا نكافئ نفسنا. احنا عادي جدا زي
زي الاطفال، احنا لما بنبذل مجهود بنبقى عايزين نحس باكنولجمنت، عايزين مكافأة وريبورد للمجهود اللي احنا بذلناه ده. احنا بما اننا كبار مش في المدرسة، فاحنا ككبار مش دايما بنكافئ نفسنا بالقدر الكافي على المجهود اللي احنا بنبذله. يعني واحنا صغيرين لما بنعمل حاجه كويسه بنلاقي حد يشجعنا، بنلاقي حد يسقف لنا، بس احنا كمان ككبار بنبقى محتاجين مكافاه، بنبقى محتاجين ان احنا نحس ان احنا عملنا حاجه كويسه ونحتفل بيها. فايا كان الطريقه اللي هتكافئوا بيها نفسكم، في ناس بتحب تشتري هدوم، لما بتلاقي المقاسات بتفرق وتلاقي نفسها بتشتري هدوم مقاساتها وشكلها ألذ بكتير من قبل كده بتتبسط وبتلاقي ان هي بتتشجع ان هي تكمل. في ناس تانية المكافأة بالنسبة لها بتبقى خروجة او فسحة او ان هي تعمل حاجة هي بتحبها. في ناس تالتة بتحب تسافر، بتحب تروح البحر. ايا كانت الحاجة اللي انتوا بتحبوا تكافئوا بيها نفسكم او الحاجة اللي انتوا بتحبوا تعملوها عشان تبسطوا نفسكم، اعملوها. لما تحسوا ان انتوا محتاجين انسبيريشن، محتاجين بوش، اقفوا وقفه وقولوا لا انا محتاجه فعلا اكافئ نفسي لان انا عملت مجهود الفتره اللي فاتت. كافئوا نفسكم وبعدين كملوا. في نهايه الفيديو اللي ملخبط وفيه افكار كتير، يا رب يكون عجبكم. انا حبيت اعمل حاجه مختلفه شويه عن العادي، واشوف برضو رايكم ايه لو النوع ده من الفيديوهات عجبكم. قولولي، هحاول اعمل افكار زي دي اكتر. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة وتابعوني على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج بتوعي، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. هستنى اسئلتكم واشوفكم المرة الجاية.